السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت وجبت لكم معايا وصفه ناجحه مليار بالمية، تقدروا تعتمدوا عليها كمشروع في رمضان. ان شاء الله ربي يدخلوا علينا بالصحه والهنا. تبعوني برك في النصائح، هي ورشه مجانيه. اول حاجه راح نهضروا عليها هي كيفاش نحسبوا السميد تاعنا على حساب السنيوه تاعنا. دونك موالفين يقولوا لنا تاع صباعك ولو اخر، كاين اللي صباحها خشين، كاين صباحها رقيق، يعني تتلف لك ما حاش تنجحي في الوصفه وما حاش تلقاي الحساب الصح. بالنسبه للسميد واش راح نديروا؟ بالنسبه للسميد، كميه السميد على حساب مساحه سنيوه اللي حديريها. الا كانت عندك سنيوه مستطيله راح تضربي الطول في العرض. مثلا عندي انا سنيوه هنا مستطيله، الطول تاعها 40 والعرض تاعها 30، ضربي 30 في 40 تعطيك 1200. هنا ال 200 غرام ما حش تديها، تدي ال 1000، معناتها تدي كيلوغرام واحد، وال 200 ما تديش. كنت تدي ال 200 حيجيك خشين. الا حبيتي خشين شويه زيدي 100 غرام، ما تزيديش 200 غرام. فوالا توجور ديري لو شيفر غون، معناتها هذيك فوق مثلا 1200 ما ندوهاش. نعطيك ثانيا، لكانت عندك سنيوه دائريه حديري بي في نصف القطر اس 2، بي 3.14 نصف القطر اس 2، لكان 10 باغ اكزومبل نصف القطر تعطيك 100، تعطينا 314. ما تديش هذاك 14، تدي غير 300 غرام تاع سميد. الا كانت في حاله ما كانت مربع، ضلع في الضلع، عندها 40 في 40، زعما الضلع تاعنا 40 في 40 تعطيك 1006. 40 كبيرة، 20 في 20 تعطيك 400 غرام تاع سميد. بالنسبة للسكر، عندنا السكر تاعنا هو الكيل تاع سميد يساوي الكيل تاع السكر، معناتها نفس الكمية تاع سميد تعطينا نفس الكمية تاع السكر. كيل دوك الكيل تاعنا، باسكو الاخر تاعنا سميد تاعنا نقسموه على 4 كيلات، تعطيك 4 كيلات تاع سميد تساوي 4 كيلات كيلي بنفس المكيال السكر. عندنا في 1 كيلوغرام، بالنسبه للماء، في 1 كيلوغرام ناخذ 300 غرام ماء، 150 ما زهر و150 ماء. والسمن ندو 50 غرام في الخلطه، نخلطوها مع السميد، و50 غرام نديروا به وجه القلب اللوز. دوك هادو كامل نشوفوهم في طريقه التحضير. جو عطيت لكم القاعده العامه، هذا ما كان. دوك راح نوري لكم بالنسبه للسميد تاعنا كيفاش نخيروه. السميد تاعنا البنات ما ديروش تاع شكاير، تاع شكاير ماشي خشين، ماشي نجحنا به القلب اللوز، لازم يكون خشين. قلب اللوز نشوفوا دوك تاع الشكاير اللي يتباع، ما نشوفش تاع البيض، عفوا انا قلت لكم تاع شكاير. شوفوا كيفاش راهو تاعي كي الطعام يجي، كي الطعام يجيش هذاك الخشين بزاف. الا كان في حاله ما لقيتو واحد خشين بزاف، نحو 100 غرام، معناتها في الكيلو زعما نحي 100 غرام، ندي 900 غرام سميد وندو 100 غرام نصف خشين، باش يجيكم البنات محكومه الحبه تاعكم، ما تجيكمش تتفتت، بس كي يكون خشين بزاف يجيكم يتفتت. دونك نروحوا لطريقه التحضير. واول حاجه حنبداو بها الشربات. بالنسبه للشربات، الكيل تاع الشربات قلت لكم 4 كيلات، 4 كيلات سميد تعطينا 4 كيلات سكر، 4 كيلات 2 كيلات نديروهم مع السميد و2 كيلات مع الشربات. دوك حنبداو الشربات، تاخدي 2 كيلات تاع سميد ديروهم فوق النار، خليهم ديري معاهم عود قرفه وترونش دو ترونش دو سيترون في حاله ما حديريه للدار. الا حديريه لبرا كمشروع ديري لاسيد سيتريك، باسكو ترونش دو سيترون تفسد بالخف، ويولي الشربات تاعك تفسد بالخف. الوغ لاسيد سيتريك سي كوميرسيال، تجاريه. ديريه فوق النار، كي يدير يتكرمل في لي بورتور، زيدي لها 4 كيلات ماء. بالنسبه للماء 4 كيلات، حسبي 4 كيلات، بصح ما لازمش ديباسي لك 1 لتر. 1 لتر في الكيلوغرام، لا ديباسات لك 1 لتر ما ديريهاش، حبسي في 1 لتر، فهمتوني؟ فوق 1 لتر زعما هادو 4 كيلات كانوا يوزنوا كي لتر و 200 زعما، مثلا متر نحي هذيك المية، ديري غير 1 لتر، ما ديباسيش 1 لتر في الكيلوغرام، لا علينا. دوك ديري هذاك الماء وخلطي ما تخليهش يغلي بزاف، غير يبدا الغليه طفي عليه. كون تخليه زعما 10 دقائق ولا راح يولي بزاف حلو، حيولي شربات حلوه بزاف ويحلينا بزاف القلب اللوز تاعنا. ومن بعد تيك غير طفي عليه، ديريلو ليكستري تاع الماء زهر مغرفه ومغرفه جلوكوز. الجلوكوز الخدمه تاعو راح يشد لنا القلب اللوز تاعنا، يجي متماسك. القلب اللوز الحبه كي تقطعيها تجي متماسكه. دوك نروحوا للسميد تاعنا. كما قلنا انا كيت بهذا الكيل طاح لي 4 كيلات، 4 كيلات تاع السميد تاعنا هذا. زدت له 2 كيلات تاع سكر، عفوا قبل السكر درت له نص ملعقه صغيره تاع ملح. ما تنساوش الملح في الكيلوغرام، ديروا نص ملعقه صغيره تاع ملح، ما تنساوش الملح باسكو السميد يحب الملح.
رحنا للسكر. السكر ناخدو 2 كيلات، 2 كيلات نقصو لهم 7 تاع سكر، 2 كيلات ناقص أصبع سكر، نخلطوهم مع السميد تاعنا ونص ملعقه تاع ملح في الكيلوغرام. فوالا، وتخلطيه كامل. كي تكوني تخلطيه لازم يجي حبه بحبه مع السميد تاعنا، فهمتوني؟ شغل حبه بحبه مخلط مليح مليح مع السميد تاعنا قبل ما نبداو نديرو الليكيد. فوالا، نخلط فيه كيما راكم تشوفوا مليح مليح حتى يدخل في بعضه. ومن بعد راح نضيف له قرصه البنات بين صباعتك برك خماره. الخدمه تاع الخماره ما تخليلكش القشره الفوقانيه تجي يابسه، قرصه برك البنات، قرصه. الطبقه الفوقانيه تاع القلب اللوز ما تجيش يابسه، تخلطيها. ثم نضيفوا الماء. بالنسبه للماء قلنا في الكيلوغرام تاخدي 150 ماء و150 ماء زهر. الكيل شتو الكيل اللي قسنا به، تبعي الكيل. الا في الكيلو قلت لك 300 غرام يطيح لك، وإلا نقصتي على حسب الكيل تاعك كيله نص ماء زهر ونص ماء. تروحي تغليها مليح مليح. علاش نغلوها؟ انا دوك غليتها مليح مليح ما حش نخليه يبات، وإلا خليتيه يبات ويرتاح ديري نورمال. بصح الا ما خليتيش يبات في هذه الحاله انا ما نبيتوش، نغليلو مليح الماء والماء الزهر باش يذوبلو، هو اللي يذوبلو السكر تاعو، راح يعمل على تذويب السكر وراح نتهناو من المرحله تاع تبيتيه. فوالا، تخلطي بلا كويير الماء والماء الزهر اللي ذوبتيه، تخلطي مليح بلا كويير، ثم تخلطي بيديك. بالنسبه لطريقه الخلاط بيديك، خلطوا بصبعتيكم ومن بعد تزيروا بكف يديكم هكذا في اتجاه واحد. قعدي تخلطي بهذه الطريقه. شوفوا راني ندير بصبعتيا، تبعوا مليح البنات، راني ندير بصبعتيا ومن بعد في الاخر نمسكو بيديا. فوالا، ابوبخي 5 دقائق. هذه العمليه راح تعمل على تعسال السكر تاعنا. كيما راكم تشوفوا كيش راني توشي، كيش راني نزير مع الاخر. فوالا، اللي عندها البيتخان تقدر تدخلو في البيتخان، اللي ما عندهاش بيديها برك كيما راني ندير تخدمي خدمه البيتخان. شوفوا راح تحسوا التعسل تاع السكر. ومن بعد نزيدوا 50 غرام تاع السمن في الكيلوغرام تاع ولا 4 كيلو بالكيل. 4 كيلو سمن او زيت، من الاحسن سمن البنات. تقدروا ديروا الزيت وتخلطوا كلش تدخلوه في بعضه. ثم نديروا، انا بالنسبه للحشو ما حشيتوش هنايا، بصح انا نحب ندير له المكسرات، ندير له بداخل نخلطه مع العجين يجيني كامل وين تاكلي الاخر تلقاي المكسرات تاعك. المهم في كيلوغرام ما ديباسيش 150 غرام تاع مكسرات. ان شاء الله البنات وكم جايين ديامات وندير لكم ان شاء الله قلب اللوز محشي والطريقه كيفاش نديروا له الحشو. دوك ناخذوا البلا تاعنا ندهنوه البنات بالزيت، ما تدهنوش بالسمن باسكو السمن يجمد وما راحش يساعدكم باش تمشوا السميد تاعكم، فهمتوني؟ الخلطه تاعكم ماحش يساعدكم باش تمشوها. في هذه الاثناء البنات رانا شعلنا الفور تاعنا على درجه 180 هكذا ونخلوه يسخن. لازم يسخن مليح الفور تاعنا. بون البنات راكم تشوفوا دوكا كيفاش راني نفرش السميد تاعي، الخلطه تاعي يعني السميد والسكر، كيفاش نفرشوهم بيدينا. تقدروا حتى تشمخوا يديكم في الشربات وتمشوا السميد تاعكم. فوالا، دوك بالاستعانه بكوبات بعد ما فرشناه راح نسقموا الوجه ديالو. شوفوا البنات هنا في لي كوتي هادوك، شوفوا كيفاش راني نديرهم بشكل دائري، ما تخلوهمش واقفين باش ما يتحرقوش، باسكو كي يقعدوا واقفين راح يتحرقوا لكم ويغلطوكم في الطياب. كيما تعرفوا الطياب تاعو من الكوانات نعرفوا الطياب تاعو. فوالا، وما تخافوش هذاك الفراغ راح يعاود يتفرش وحده. هنا ضفت 3 ملعقتين الى 3 ملاعق زيت، نمشوهم على كامل السطح تاعنا. الزيت راح يخلي لنا الطبقه الفوقانيه تتماسك، ما تطلعناش كي نديروا الشربات.
فهمتوا البنات؟ تجي يابسه وما تطلعش كي نديروا الشربات. هنايا نقسموا الاخر ديالنا. شوفوا البنات انا خليت لكم كي كنت نقسم باش تعرفوا. نرشموا برك من الفوق، وهذا كي تغلطوا نورمال تعاودوا تسقموه بيديكم يتسقم لكم. نرشموا برك ومن بعد تيك ما تلحقوش حتى لتحت. ومن بعد ديروا الكاوكاو ولا اللوز تاعكم واش عندكم برك. الا اللوز ديروه بيتوه في الماء باش ما يتحرق لكمش هو ولا الجوز، وبيان خلوه حتى يطيب. من بعد ديروا ولا معليش الا حبيتوا ديروه غلوه في الماء، غلوه في الماء وديروه. هنا في هذه المرحله راح نخليه يرتاح، راح نخليه يرتاح. قد ما تخلوه يرتاح قد ما مليح. وهو هكذا خلوه يرتاح لمده ساعه حتى لزوج سوايع كيما تحبوا البنات. المهم تخلوه ترتاح قبل ما يطيب، ما تدخلوه يطيب. كي تدخلوه يطيب ومن بعد تدخلوه يطيب شعلوا الفرن على 200 درجه. 200 درجه كان 180 وهو الداخل شعلوه على 200 درجه في الوسط، وخلوه يطيب لمده ابري 45 دقيقه. راح تشوفوا الاطراف كل وحده الفوق تاعها راح تشوفوا الاطراف حموره. ما وريت لكمش هذه المرحله، سمحوا لي البنات باسكو ما لقيتهاش ما على باليش راحت لي. المهم تلقاو الاطراف حماروا مليح مليح، راحوا البني وشويه الوجه خرجوه ودهنوه ب50 غرام تاع السمن من الفوق كامل. دهنوه ب50 غرام تاع السمن ومن بعد عاودوا رجعوا شعلوا له الفوق. كي يحمر لكم مليح مليح خرجوه وديروا له مباشره الشربات تاعكم اللي تكون بارده. كيما راكم تشوفوا البنات ديروا من الاطراف، ما ديروش للوسط ديريكتومون حاول تطلع لكم هذيك الطبقه. ديروا من الاطراف، ابداو من الطرف، ديروا شبعوا مليح الاطراف تاعكم. كي تشوفوا الاطراف تاعكم خلاص شبعوا لكم جا هذاك ما ولاتش تشرب، ديروا في الوسط، دخلوا للوسط، كملوا كاع كميه الشربات تاعكم وخلوه من الاحسن تخلوه يبات البنات. كل ما تخلوه يبات كل ما راح يجي حيشرب مليح وتتنفخ الحبه تاع السميد تاعنا ويجي بزاف بنين. شوفوا البنات انا وريت لكم هذا واش صح ليه. حطيت البلا ما لقيتوش غدوه صباح هذا واش صح لي باش نوري لكم برك باش شوفوا التعسل تاعو البنات. شوفوا التعسل كيفاش، شوفوا الحبه محكومه، شوفوا يعني يخرج لكم فريمون كيما تاع برا وفيه بنت الصح تاع البلوز تاع برا. شوفوا مليح. نخليكم مع الصور وش هي طيبه ونتمنى تجربوه وترجعوا لي في تعليقات البنات.